السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعض هنعمل مع بعض ان شاء الله احلى طاجن. يا رب يعجبكم وان شاء الله. بس ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. يا ريت كمان ما تنسوش اللايك، وما تنسوش كمان تشتركوا على كلمه كل عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بعمله. والنهارده ان شاء الله عملت مع بعض كوارع، يا رب تعجبكم ان شاء الله. ونكملوا بقى هنا معايا بقى الفيديو جبت كده الكوارع للاخر. وحطيتها بقى في ميه يا رب بقى وليمون يعجبكم. وخل وملح، عايزه اقول لكم بقى ان انا وحطيتهم غسلاها بقى بميه كتير كده مده ساعه، ساعه وملح ونص، ان انا وكمان خل انقعهم. وليمون، بحيث ودعكتها لو فيها كتير اي وسبتها حاجه كمان تطلع ساعه في منها، قلب ولو الميه في دي اي بكتيريا او نقعاها. حاجه برضك تنضف وبعد منها. كده حطيتها بقى في الفريزر. فدلوقتي بقى هحطها. حطيته بقى في الميه المغليه، وكمان هسيبه بقى دقيقتين كده، ياخد بس غلوتين كده في قلب الميه. وبعدين هصفي بقى الميه دي واحط بقى ميه جديده تانية، بحيث ان انا انزل الزفاره وانزل الريم بتاعه كله. هنا بقى بشطف الكوارع بقى بميه سخنه. هبتدي بقى ان انا اشطف فيها، بحيث ان انا لو فيها اي ريم او اي حاجه تقدر انها تنزل منه. وحطيت بقى كده الميه تانية تغلي كده برضو على النار واحضرها. هنا بقى حضرت بردك ميه سخنه وحطيت فيها الطماطم وبصل، قطعته. وحطيت بقى ورق اللورة، وحطيت بقى مستكه وحبهان وزعتر، وحطيت بقى ملح وفلفل اسود. محطيتش بقى حاجه اكتر من كده خالص. وهنزل بقى بالكوارع بقى كده. طبعا انتوا بقى لو لقيتوا برضو اي ريم او اي حاجه بتقدروا برضك ان انتوا تشيلوه بالمعلقه. اهو زي ما انتم شايفين. هياخد له بقى غلوتين، وهسيبه بقى اوطي النار شويه عليه يعني في نار متوسطه وكده، واسيبه بقى يستوى بقى براحته. هنا بقى حطيت الزيت ونزلت عليه بقى بالثوم كده. نحضر بقى عبال الكوارع ما تستوى. هنحضر بقى ايه الطاجن بتاعنا هنعمله ازاي. كده بقى. بعد ما الثومه ما احمرت معايا، خرطت الطماطم ونزلت عليها. هحط لها بقى ملح وفلفل اسود وبودره ثوم وبودره بصل وزعتر، وهحط لها كمان كمون. وكمان هفضل بقى ان انا اقلب فيهم بقى كده لحد الطماطم ما تتسبك خالص. بعد بقى ما الطماطم ما اتسبكت، هنزل عليها بقى بمعلقتين من الصلصه زي ما انتم شايفين. هقلبها بقى وازودها شويه ميه، وهسيبهم بقى ايه يغلوا بقى مع بعض شويه. طبعا بقى بشوفها بقى لو عايزه ملح او حاجه، وابتدي بقى ان انا ازود لها الطعم بقى بتاعها في الملح، او مثلا لو عايزه فلفل اسود او حاجه ببتدي بقى ان انا ازود برضه. هسيبهم بقى كده لحد بقى ما تاخد لها غلوتين كمان، وكل الطعم كله يدخل في بعضه. وهطفي بقى عليها النار. دلوقتي بقى بعد ما استبكت وجهزتها كده خلاص، حطيت منها نص من تحت، وبعدين حطيت نص الكوره هنا، وبعدين هنزل بقى بالباقي كده على الوش. وبعدين هغطيه بقى بورق الفويل، وهخليه بقى يكمل بقيه السوا في الفرن. وبكده بقى انا خلصت الطاجن اهوت بعد ما طلع. يا رب يعجبكم. واللي لسه ما اشتركتش معايا في القناه، يا ريت تنزل تشترك معايا في القناه وتفعل زر الجرس. يا ريت كمان تختار كلمه كل عشان يوصلها اي فيديو جديد انا بنزله. يا ريت كمان بقى ما تنسوش معايا اللايك لايك 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 كده.